لما تكونون محتارين بوصفة الغداء ما إلكم إلا تجربوا هالطريقة لمكمور الباذنجان أو مطبق الباذنجان. أكلة خفيفة بدون لحوم بدون دجاج، بأسهل طريقة رح تعملوها لما تكونون مستعجلين، ما تاخذ معاكم نص ساعة وتكون طبختنا جاهزة. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. اول شي رح نسمي بالله. وهون عندي الباذنجان، انا طبعا عم استخدم هون الباذنجان الحموي. بعد ما غسلته قشرته طرف بطرف، بعدين رح ابلش اعمله على شكل دوائر، ممكن تعملوه على شكل قطع طولانية، هذا الشي اختياري لإلكم. رح انقله على مصفاية، وبعد ما اخلص كل الكمية رح اضيف لها معلقة من الملح. وهون رح ابلش اني اغمرها بالمي عشان بين ما اخلص تقطيع وشغل ما يسود عندي، وبنفس الوقت ما يشرب زيت. وهون عندي كمان البطاطا، هو اساسه بس بالباذنجان، بس انا احب احط له بطاطا معه يعني يطلع طيب. قطعتهم كمان بشكل دوائر. وهون بزيت حامي رح نسمي بالله. وبدي ابلش اول شي رح اقلي البطاطا. وهون رح ارفع مقلاية على النار، رح اضيف فيها كمية وفيرة من الزيت النباتي، ونبلش بتقطيع الخضروات. هون انا قطعت تقريبا بصلتين حجم وسط، رح ابلش اعملهم على شكل حلقات، ممكن تفرموها على شكل جوانح، اما مكعبات ناعمة يعني ما احس تزبط. وعندي هون 3 أسنان من الثوم كمان رح اقطعها على شكل مكعبات صغيرة، ممكن تدقوها بهاون الثوم. هاي رح احط طبقة البصل، وبعدين رح انزل عليها الثوم بعد ما قطعته بشكل ناعم. هاي رح ارجع اشوف البطاطا، انا ما بدي اقليها قلي كامل، يعني تقريبا نحن رح نقليها نص قلي. تمام. رح ابلش اقلبها على الوجه الثاني. هون صارت عندي البطاطا جاهزة، نسمي بالله. رح اشيلها من الزيت. وهون بعدين الباذنجان صفيته من المي اللي كانت فيه وعصرته بشكل جيد، كمان رح نسمي هون بالله. ونبلش نقلي الباذنجان كمان لحتى ياخد اللون الذهبي الحلو. ورح ارجع اكمل تقطيع الخضروات. انا هون عندي حبتين من البندورة، كمان رح اعملها على شكل يعني دوائر. بالطريقة اللي تحبوها انتو بالتقطيع، قطعوا الخضروات وضعفوا الكمية على حسب كمية الباذنجان والبطاطا يلي انتو عاملينها. وهون كمان حبتين فليفلة باردة، كمان شلت منها البذور، يعني فضيتها من البذور يلي بقلبها، قطعتها على شكل حلقات. وعندي حبتين فليفلة بس حدة، بس ما رح أقطعها أنا، رح أتركها مثل ما هي بس تعطي نكهة يعني بسيطة للطبخة، ما بديها تطلع حدة زيادة. وأسكر عليها وأتركها لحتى شوي يعني تذبل الخضروات. هون كمان رجعنا للباذنجان، رح أبلش أقلبه على الوجه الثاني. ورح ارجع هون اشوف البندورة والخضروات، طبعا ما اعرف ليش غطى الطنجرة حطيته بوجه الكاميرا، المهم رح نبلش نقلب الخضروات شوي لحتى تتذبل كلياتها، ونسكر عليها 5 دقايق واطفي عليها النار. هون رح ارجع للباذنجان كمان، شوفوا ما شاء الله قليته انا تقريبا يعني نص قلية او اكثر شوي، رح نشخله من الزيت بشكل جيد، صار جاهز معنا. وهون أنا رح أعملها بالصينية، ممكن تعملوها بالطنجرة بالطريقة يلي تريحكم. رح أصف طبقة من البطاطا، وبعدين رح أصف عليها طبقة من الباذنجان لحتى تكمل عندي الكمية كلياتها. وهون رح أضيف على الوجه الخضروات يلي نحنا قليناها بهاي الطريقة. هاي الأكلة ما بي ولا أروع ولا أطيب ولا أسهل منها. على فكرة هي طيابتها إنها تتاكل باردة. هون عندي كاسة من المي، ضفت لها معلقة من دبس البندورة ومعلقة من الملح، وذوبتهم بقلب بعض، رح أضيفها للطبخة. وهون صارت عندي الصينية جاهزة، بسم الله ما شاء الله. رح أرفعها على النار، وأول ما تبلش تغلي عندي الصينية رح أهدي النار على أهدى شي، وتقريبا رح أتركها شغلة ربع ساعة 3 ساعة لحتى تشوفوا الخضروات ذبلت معاكم. أنا هون خلص يعني أخذت معي تقريبا 3 ساعة على نار هادية، لازم تجربوها حبايبي بالعافية.